بعد الاهتمام في الفترة الأخيرة المؤلفين بالأعمال الفنية اللي بتتكلم عن الأمراض النفسية، مؤخرا بقى هيتم عرض مسلسل حدث بالفعل يوم 13 سبتمبر القادم. مش هيعمل لك بقى مسلسل بيتكلم مثلا عن قصة واحدة أو حياة شخص واحد، ده هيعمل مسلسل بيتكلم عن 101 قصة لأشخاص جمعوهم من 9 دول عربية. مسلسل بقى هيبقى من إخراج المخرج هشام الرشيدي في أول تجربة تلفزيونية ليه، والمسلسل ده بقى هيبقى من نوع اللي كل قصة هتبقى حلقتين أو 3 على حسب الأحداث بتاعتها، وكل قصة هتبقى بطاقم تمثيل كامل مختلف. هيكلمك بقى في المسلسل عن الأمراض النفسية والأسباب اللي بتجيب المرض النفسي ده للشخص. هيكلمك بقى ازاي الأمراض النفسية دي بتأثر على الشخص، ومش الشخص اللي بتجيله بس، هي ازاي بتأثر على كل الناس المحيطة بالشخص ده. وأول حكاية بقى هتتعرض يوم 13 ديسمبر في أول حلقة، هي حكاية تحت الحزام اللي متاخدة عن قصة حقيقية من تأليف فادي النجار. الممثلين اللي هيشاركوا بقى اللي هم المعروفين اللي هيشاركوا في القصة دي هتبقى غادة عبد الرازق بعد رجوعها من مسلسل تلت التلاتة اللي كان برضه بيتكلم عن أمراض نفسية، تبقى غادة عبد الرازق وسلمى ابو ضيف والممثل خالد انور. هتبقى القصه بتاعت الحكايه دي هتبقى غادة عبد الرازق طالعه بدور طبيبه نفسيه، طبيبه هيكون عندها مرض نفسي، وهتكون طالعه بام الفنان خالد انور. والمفروض بقى اللي سلمى ابو ضيف هتكون طالعه بدور عروسه في يوم فرحها، والمفروض اللي غادة عبد الرازق هتخطفها يوم فرحها ده. ليه السبب محدش عارف، كل ده هيبقى في اطار كده مشوق ومثير، وهنعرفه يوم 13 ديسمبر يوم عرض المسلسل.